الفيلم بيبدأ مع كريس عنده مقابلة شغل ومتأخر عليها. فجأة بيلاقي الطريق قدامه واقف، فبيضطر إن هو يختصر وياخد طريق تاني. بيضطر كريس بعد كده إن هو يدخل البنزينة، فبيلاقي راجل شكله غريب شوية. مفيش غيره قدامه إن هو يسأله هو في طريق تاني من هنا يقدر يوصلني المكان اللي أنا رايحه، فبيقوله لأ. كريس بيبص على الخريطة فبيكتشف إن في طريق هو ممكن يوصله أسرع. بنرجع للراجل بنلاقيه بيبص عليه بصة يا ريتك ما سمعت كلامي ومشيت في الطريق ده. بنكمل مع كريس بنلاقيه واقف قدام مفترق طرق، فبيختار الطريق اللي على الشمال. ولما بيكمل بيلاقي حيوان مقتول مرمي على الطريق. بيجي يبص تاني قدامه، بيقوم خابط في عربية راكنة على جنب الطريق. العربية دي بتاعت 5 شباب كانوا طالعين رحلة، والعربية عطلت بيهم بسبب سلك شائك دخل في الكاوتش. وال5 شباب دول اللي هنكمل معاهم باقي الفيلم. فاتنين منهم بيقفوا يحرسوا العربية، وباقي الشباب بتتحرك يدوروا على أي وسيلة مساعدة. ولما بيلاقوا إن في نار والعة بيفهموا إن في ناس عايشة جوه الغابة دي. ولما بنرجع للبنت والولد اللي كانوا واقفين بيحرسوا العربية، بنلاقي البنت قاعدة بتدور على صاحبها مش لاقياه. وفجأة بتلاقي الجزمة بتاعته وودنه مرمية على الأرض، والبنت في عز خوفها حد غريب بيشدها من ورا بسلك فبتموت. بنرجع تاني لل5 شباب بنلاقيهم لقوا بيت مهجور، فبيضطروا إن هم يخشوا يدوروا على أي وسيلة مساعدة. البيت بيبقى غريب، بيلاقوا مفاتيح عربيات، بطرمات فيها أسنان، بطرمات فيها أعضاء بشرية. بس فجأة بيلاقوا السلك اللي شبك في العربية. هنا بيفهموا إن ده فخ. وهم بيهربوا من البيت بيلاقوا عربية كبيرة داخلة عليهم. بيقفوا يتسمروا مكانهم. إحنا مش هينفع نخرج من البيت ده، فبيضطروا إن هم يستخبوا كل واحد في مكان غير التاني. ولما كريس وجيسي بينزلوا يستخبوا تحت السرير بيلاقوا جثة صاحبتهم اللي ماتت من شوية، فبيضطروا إن هم يكتموا صوتهم ويطلعوش ولا نفس. وفي الأوضة التانية سكوت وكارلي بيبقوا مستخبين ورا الباب. سكوت بيبص عليهم من خرم الباب بيلاقيهم قاعدين بيقطعوا في صاحبتهم. ولما بيعدي شوية وقت وبيناموا بيحاول كريس وجيسي يتسحبوا من تحت السرير بالراحة عشان يطلعوا يهربوا. وكارلا وسكوت بيعملوا نفس المحاولة وبيطلعوا يتسحبوا من الأوضة. بس وكارلا بتبص على الترابيزة بتلاقي صاحبتها متقطعة. في نفس الوقت سكوت بيحاول يفتح الباب بالراحة، وقبل ما يقفل بيقوم ماسك الحديد بإيديه عشان يهرب صحابه. وهنا بيفهموا إن ده خلاص فخ، محتاجين معجزة عشان يطلعوا منه. سكوت بيفضل ماسك السوستة بتاعة الباب بإيده عشان يهرب صحابه، وهو بيبص بيلاقي واحد منهم صحي. بيبص على وشه بيلاقيه مسخ، فبيسيب الباب وبيطلعوا يجروا كلهم، وبيتأكدوا إن هم وقعوا في غابة أكل لحوم البشر. وفي نفس الوقت كارلا بتبقى مرعوبة من الخوف، بس سكوت بيحاول يطمنها ويقول لها إحنا هننجو من الجزيرة وهنكمل مع بعض حياتنا. وهم بيكملوا طريقهم بيلاقوا مكان كبير مليان عربيات، فبيفهموا إن دي عربيات الضحايا اللي جم الغابة قبلهم. فجأة بيلاقي عربيات الزومبي جاية عليهم من بعيد، فبيحاولوا يستخبوا وسط الزرع والعربيات ويراقبوهم. فبيفكروا في فكرة إن واحد منهم يخرج ويعلي صوته ويزعق ويشتت انتباه الزومبي. فبيقرر كريس إن هو اللي ياخد القرار ده، فللأسف بياخد طلقة في رجله. سكوت بيجري الناحية التانية ويزعق ويشتت انتباههم عشان يدي فرصة لكارلا وجيسي إن يروحوا لكريس يعالجوه. وبتنجح فعلا الفكرة، وكارلا وجيسي بيجروا ويحاولوا يسندوا كريس للعربية، وبيقفوا سكوت وينادوا عليه. بس للأسف بعد فوات الأوان، لأنه خد رمح في ظهره ووقع على الأرض ومات. بيكملوا جري بالعربية وهم هيموتوا من الخوف، وكارلا بتبقى منهارة على سكوت، ومحدش فيهم قادر يهديها لأن هم مرعوبين. لما بيكملوا الطريق العربية بتغرس في الطين، فبينزلوا على رجليهم يكملوا، وكريستي كان هيقع في فخ بس لحق نفسه. وهم مكملين بيلاقوا برج مراقبة عالي، فبيطلعوا فوق عشان يدوروا على أي وسيلة مساعدة. وكريستي بيبص بيلاقي إن كل الطريق واسع، مفيش طريق عمومي خالص، كلها شجر في شجر. في نفس الوقت جيسي بتلاقي شنطة إسعافات أولية فبتديها لكريس عشان يربط جرحه. فبيلاقي راديو وبيحاولوا يستخدموه عشان يكلموا أي حد يساعدهم. ولما كريس بيبص بيلاقي الزومبي جايين من تحت، وبيعرف إن البيت ده هو بيتهم. بيحاول الزومبي إن هم يرمي عليهم النار، بيحاولوا يوقعوهم بأي طريقة. لكن كريس وجيسي بيحاولوا إن هم يسدوا باب الدخول بأي صندوق موجود فوق. وكارلا بتنهار، بتحاول إن هي تستخدم أي حاجة عشان يساعدوها. النار بتبقى طالعة من كل ناحية، خلاص البيت اللي فوق بيولع، الانهيار بيزيد. كارلا بتقعد تعيط، لكن كريس بيفكر في فكرة إن هو هينط من فوق البيت ويحاول ينزل على أي شجر من الشجر اللي موجود تحتيه. وفعلا بيعمل كده، وبيتعلق في شجرة من الأشجار، وبينده عليهم كلهم عشان يعملوا نفس الكلام وينطوا. لكن كارلا بتتعلق في شجرة وبتبقى محشورة بعيد عنهم. وبيلاقي حد من الزومبي واقف مستخبي تحت وبيبص عليهم، فبيحاولوا ان هم ما يتنفسوش ولا يطلعوا كلمه، لكن كارلا بتموت.
وبتاخد ضربة جامدة أوي بتفصل جسمها عن بعض. وفي نفس الوقت واحد من الزومبي كان رايح لجيسي عشان يخلص عليها. كان كريس بيفكر في خطة انه يمسك فرع شجرة ويسيبه مرة واحدة عشان يخبط في الزومبي يجيب أجله، وفعلا بيعمل كده. فبيتسحب كريس وجيسي ويحاولوا ان هم يخرجوا من المكان، ولما بيلاقوا قدامهم شلال كريس بيقول لها احنا هنقعد هنا للصبح، وبتبتدي تحكي عن قد ايه هي زعلانة على اصحابها اللي ماتوا، وقد ايه هي كانت بتحب حبيبها، برغم ان هو بعت لها الصبح رسالة بيقول لها ده اخر يوم هنقعد فيه مع بعض، احنا مش هنكمل مع بعض حياتنا تاني. بيحاول كريس ان هو يهون عليها وبياخدها في حضنه. بيطلع عليهم النهار وبيكملوا طريقهم. بنلاقي فاس عدى جنب دماغ كريس بالظبط، وبيطلع عليه الزومبي وبيخبطوه وبيوقعوه من على المنحدر وبيخطفوا جيسي. كريس بيلاقي عربية شرطة جاية من بعيد، وبيلاقي الضابط بيتكلم معاه بيقول له احنا كنا جايين لك اصلا بسبب الاشارة اللي جات لنا من الراديو، وهو بيتكلم معاه وبيطمنه. فجأة سهم بيخرم عين الضابط. بينزل الزومبي يدور على كريس، لكن كريس بيبقى مستخبي بين الشجر، ولما الزومبي ما يلاقيهوش بياخد الضابط يشيله ويحطه في شنطة العربية وبيمشي. لكن كريس بسرعة بيقوم نازل تحت العربية ويتعلق فيها، وبتمشي العربية وبتروح على البيت ده اللي فيه جيسي مخطوفة ومتربطة، والزومبي كانوا خلاص على وشك ان هم يقطعوها وياكلوها. لكن كريس فجأة بيولع في البيت كله وبيخلي البيت كله ينفجر. وبعد ما بيقتحم البيت بالعربية بيدخل خناقة شرسة بينه وبين اتنين من الزومبي، ولما بيلاقي مقص بيقوم نازل على الزومبي مموته بيه، وبيحاول ان هو يفك جيسي لكن للاسف ما بيلحقش. واحد من الزومبي بيظهر بسرعة وبيقوم شايله ورميه الناحية التانية وبيترمي على ترابيزة وبيفقد الوعي. لكن جيسي بتكون فكت ايديها التانية وبتصطاد الزومبي بالرمح، وبينجح كريس ان هو يقتل الزومبي الصغير بالفاس. لكن بيتصدم جيسي وكريس لما بيلاقوا الزومبي بيصحوا تاني، وبيتأكد ان هم مش هيموتوا بالطريقة دي، لو ضربوا فيهم 100 سنة. فبيطلعوا هما الاتنين بره البيت وبطلقة واحدة يفجروا البيت كله باللي فيه. واخيرا جيسي وكريس بياخدوا العربية بتاعت الزومبي وبيطلعوا بره المدينة خالص، وبيلاقوا صاحبنا اللي احنا شفناه في اول الفيلم، بس بيبقى خايف وبيقفل باب البنزينة لانه بيبقى فاكر ان دول الزومبي. ولما بيبص من الشباك وبيلاقي كريس هو اللي في العربية ونازل منها، بيلاقي كريس بياخد الخريطة عشان محدش يعدي من الطريق ده تاني، وبيتحركوا مع بعض. وفي اخر الفيلم بنلاقي فجأة واحد من الزومبي عايش واقف في ظهر ظابط وهيخلص عليه، وبيخلص الفيلم.